متواصلين معكم متابعينا مع نهاية المباراة الجميلة جدا، مباراة اليرموك والأحلام. وعندما نقول الأحلام واليرموك فدائما هي رياضة الأحياء مثيرة وحماسية، هدف لهدف ضمن بها فريق الأحلام التأهل ب4 نقاط إلى الدور القادم بانتظار مباراته في الجولة الثالثة. اليرموك أصبح لديه نقطة واحدة من مباراتين، أيضا بالتأكيد في انتظار مباراته في الجولة الثالثة. مازن علوي اللاعب المميز والمعروف في رياضة الأحياء، دائما ما يقدم مستوى رائع في بطولات رياضة الأحياء بشكل عام. نرحب فيك بداية، نقول لكم تعادل قد يكون عادل، نتيجة مطمئنة لكم، نتيجة مريحة لكم في الدور القادم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على التعادل. طبعا انطردنا في المباراة، كان الطرد أثر علينا شوي، لكن الحمد لله 4 نقاط من مباراتين. بإذن الله أن نحاول المباراة الجاية نجيب 3 نقاط وناخذ 7 ونضمن الصدارة بإذن الله رب. احنا هدفنا الصدارة إن شاء الله رب. مازن طبعا متابع المباراة ومجرياتها، لاحظ بعض الاشتباكات بينك والحديث مع خالد هادي مدافع فريق اليرموك، ولكن ما انتهت المباراة الا وبدا العناق وبدا الاعتذار بينك وبينه. ايش اللي حصل؟ دائما رياضة الأحياء يتكلمون عنها انها فيها مشاكل فيها، ولكن اللي تابعناها اليوم تابعنا قمة الروح الرياضية. لا بالعكس، في المباراة دائما يكون في حماس، بس ضغط المباراة كل حريص انه يفوز. احنا نبغى نفوز كفريق الأحلام، فريق اليرموك برضه فريق محترم يبغى يفوز. بعد المباراة اخوان زي ما انت شايف، كلنا طلعنا نسلم على بعض، ما في اي شيء الحمد لله. لا ابد اعتذر مني وانا اعتذرت منه، ما في اي شيء اصلا، احنا اخوان ونلعب دائما ضد بعض. مازن طبعا الجولة الثالثة راح تقام على ملعبين، سيضمن فيها التنافس الشريف والنتائج ستكون مريحة لكل الفرق بأنه يلعب بنفس توقيت المباراة الأخرى تحسبا لأي تلاعب، والجميع الفرق المشاركة في البطولة بالتأكيد فرق معروفة وفرق لا تتلاعب بالنتائج، ولكن حرص من اللجنة على هذه على نتائج المباريات اللي يتأهل المستحق. أنتم كلاعبين مريحة لكم؟ والله شوف، احنا مريحة لنا تنظيم، انه صراحة كل بطولة عن بطولة يتطور اكثر من البطولة اللي قبلها، فهذا اهم شيء يعني صراحة. وبالنسبة للتلاعب ما تلاعب، اظن في رياضة الأحياء ما راح يكون في تلاعب زي الأندية هذه. رياضة الأحياء كلنا يبغى يفوز وتأهل 3 فرق، يعني اتوقع التلاعب صعب يكون فيه، بس فكرة جميلة واهنيكم عليها صراحة. الله يعطيك الف عافية، ما قصرت. شكرا. متواصلين معكم مع المميز الآخر في رياضة الأحياء، ليس فقط على مستوى الشرق الرياض بل على مستوى رياضة الأحياء، ناصر الحربي. نرحب فيك بداية في هذه اللقاء القصير. قدمت مستوى متميز، نقطة من مباراتين، ليست طموح اليرموك ولكنها نقطة من فم الأسد كما يقال. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخوي فهد. بالنسبة للمباراة الحمد لله أنا أشوف التعادل كويس، فريق ممتاز ما شاء الله عليهم الأحلام، واقوى فريق انا بالنسبه لي في المجموعه. ورغم الغيابات عندنا فالح الحربي مصاب، عندنا اخوي خالد هايل ما قدر يكمل الشوط الثاني، عندنا ابراهيم الدوسري، عندنا غيابات. والحمد لله انا اشوف التعادل كويس، عندنا اكاديميه رياض وان شاء الله ان قادرين عليهم ان شاء الله. طبعا كابتن ناصر، جديدة في رياضة الأحياء أن تلعب، هي قد تكون عملت سابقا ولكن تم تجديدها في هذه البطولة، أن تلعب المباريات في الجولة الثالثة على ملعبين مختلفين. أنتم كفريق اليرموك تحتاجون بالتأكيد الانتصار، أيضا تحتاجون لنتائج المباراة الأخرى. مريحة لكم كلاعبين أنه ندخل المباراة احنا قدام الانتصار فقط؟ صحيح والله، فكرة صراحة هني اللجنة ومنظمة على الفكرة هذه، فكرة جميلة. وتعرف عشان ما حد يقول هذا فريق خسر وعشان افوز ولا تراخى ولا شيء، الحمد لله انا اشوف انها فكره كويسه ويشكرون عليها اخواننا في اللجنه المنظمه. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. يلا. متواصلين معكم متابعينا في رياضة الأحياء عموما وفي بطولة اتحاد الشرق التربوي، المميز المدرب المعروف المميز أبو عرب، نقطة من فم الأسد كما يقولون، ضمنت بها التأهل لدور القادم بانتظار نتيجة المباراة الثالثة. نرحب فيك. أهلا وسهلا حبيبي أبو رفيف. واليوم صراحة الحمد لله رب العالمين، الله يعني فريق عنيد فريق اليرموك، الله كتب لنا نقطة من اليرموك. أنا أقول الحمد لله رب العالمين، لم أضمن التأهل إلى الآن، لا باقي في الحكاية بقية، إن شاء الله أننا نستطيع أن نقدم مع أخويانا فريق الخليج مباراة حلوة تليق باسم الفريقين. إذا تحدثنا عن الخليج ب6 نقاط، الأحلام ب4 نقاط، اليرموك بنقطة وحيدة، أكاديمية الرياض بلا نقاط، بالتأكيد حسابيا تكون قد ضمنتك من أفضل الثوالث على أقل تقدير. عمل اللجنة المنظمة للمباريات في ملعبين مختلفين للجولة الثالثة ضمان التنافس الشريف، خاصة ما دامت الإمكانيات موجودة أن تقام على ملعبين. يريحكم أنتم كمدربين بطريقة التعامل مع اللاعبين أنه ما نعرف نتيجة المباراة الأخرى، عليك تفوزوا فقط؟ والله جهد صراحة جبار من اللجنة،
وسابقة غير أعتقد معمول فيها في بطولات أحياء الرياض. لكن احنا كمدربين اكيد اني برتاح عندما العب مباراتي في نفس وقت مباراة الفرق الاخرى، حتى مع اني انا استبعد ان يكون هناك فرق تتلاعب بالنتائج، كل فريق يلعب باسمه وكل فريق يريد الفوز. ابو عرب، طبعا في نهايه المباراه شاهدتك نزلت داخل الملعب، كان في نقاش بين خالد هادي ومازن علوي خلال المباراه، ولكن دائما الروح الرياضيه اللي تطغى، دائما المنافسه الشريفه اللي تكون موجوده، وهذه رساله لمن ينتقد رياضه الاحياء بان هناك دائما اشكاليات. شاهدنا خالد هادي ومازن علوي في لحظات اعتذار من اللاعبين وانت كنت متواجد بينهم، ايش اللي تابعته؟ والله أنا ركضت إلى نص الملعب، اعتقدت بيصير في كلام، لا لكن الحمد لله خالد هادي كان لاعب خلوق ولاعب مميز، واعتذر من مازن ومازن اعتذر، وفي الأخير كان بشكل ودي حبي بين اللاعبين، وهذه هي رياضة الأحياء. كل الشكر تقدر لك ابو عرب. شكرا اخوي ابو رفيف، وشكرا للمصور ابو هيثم، يعطيكم العافيه، وشكرا للجنه المنظمه على الجهود الرائعه. الله يعطيك العافيه.